ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الطاجن الجميل ده؟ بجد طاجن حلو قوي، مكرونة بالفراخ بنص صدر فرخة. هنعمل طاجن حلو قوي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، واي حد يقدر يعمله. يعني لو اي بنوتة لسه صغيرة كده داخلة المطبخ، او شاب كده قاعد لوحده يعني بيعمل اكل كده لوحده، هيعمله بكل سهولة. مفهوش حاجة صعبة ولا في مكونات كتير ولا تعقيد ولا ساعة نسلق مكرونة ولا هنحمر ولا هنعمل اي حاجة خالص. طريقة سهلة وبسيطة بس بجد لذيذ جدا، يعني فعلا يستحق التجربة. يلا بقى احطوا لايك للطاجن الجميل ده وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا نص صدر فرخة، يعني اقل من اي قطعة فراخ عندك، حتى لو ربع كيلو بانيه هيديني طعم حلو للمكرونة يعني. هقطعه كده مكعبات صغيرة، ما تقطعهاش كبيرة قوي، يعني خليها صغيرة بحيث ان هي تكون متقلبة في المكرونة كلها. بعد كده هجيب طاسة، احط مكعب من الزبدة ومعلقة من الزيت، وهنزل بقطع الفراخ اللي انا قطعتها. هديها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، رشة شطة، رشة من بهارات الفراخ، وهديها تشويحة كده، تشويحتين 3 كده بالتوابل الحلوة دي عشان تطلع معانا ريحة الفراخ الجميلة كده. وفي نفس الوقت بديها صدمة كده تغير لونها على نار عالية مش هادية، عشان الفراخ ما تنشفش معايا. زي ما انتوا شايفين كده اخدت معايا تشويحتين 3. بعد كده هكون مقطعة بصلاية صغيرة وهنزل بيها على الفراخ. يعني ممكن تكبروا البصلاية كمان شوية، بتدي برضو طعم حلو وتسكيرة كده حلوة للفراخ بتاعتنا. بعد كده يكون معايا برضو حبيتين او 3 من الطماطم متقطعين صغيرين، وشوية كده من الفلفل الالوان. لو مش موجود فلفل الوان حطي رومي، حطي مثلا قرن فلفل حامي على حسب الرغبة. يعني زودوا في الخضار ده، كل ما بتزودي في الخضار بتزود معايا الكمية والخلطة، وبتديني كمان قيمة غذائية. بعد كده احط معلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وكله ورا بعضه كده تشويح. يعني كل ما بحط حاجة بأديها كده تشويحة لغاية ما عملت الخلطة بالمنظر بقى اللي انتوا شايفينه ده. بجد ريحتها رهيبة. بعد كده كمية المكرونة بقى على حسب الكمية اللي هتعمليها، كيس مكرونة اقل اكتر على حسب الكمية اللي هتعمليها. هنزل بالمكرونة على الخلطة الحلوة دي وهديها برضو تشويحتين 3 كده مع الخلطة الجميلة دي. شايفين كله في طاسة واحدة، مش بنسلق ولا بنعمل اي حاجة، كله مع بعضه كده. بعد كده هنضيف كمية المية تكون سخنة او مغلية. يعني انا حطيت هنا مقدار المكرونة وزودت شوية كمان عن مقدار المكرونة، عشان انا عايزاها تكون جوسي كده، تكون طرية ما تكونش ناشفة. فهتحطي مقدار المكرونة وتزودي عليه شوية تاني، نص كوباية مية كده ولا حاجة. ظبطي بقى ملحك في الوقت ده، لو محتاجة ملح محتاجة فلفل، اي توابل تانية حابة تضيفيها، بس يفضل ما تزوديش توابل كتير عشان ما تضيعيش على طعم الاكلة. وهغطيها كده، ومن وقت للتاني هديها تقليبة لغاية ما تبدأ تتشرب كده معايا المية. ههدي النار عليها لغاية ما تستوي، يعني بنسبة 80% كده، عشان انا لسه هدخلها في طاجن في الفرن. لو انت حابة ان تسويها كلها في الطاسة كده زي ما هي، يبقى تفضلي تقلبي فيها كده وتهدي عليها النار لغاية ما تستوي مكانها كده في الطاسة. لكن انا هسيب فيها شوية لسه في التسوية، وفي نفس الوقت يكون طرية كده ما تكونش ناشفة، عشان انا هدخلها في طاجن الفرن. ممكن كمان بيبقى حلو قوي لو تضيفوا معاها شرايح زيتون، بتدي طعم حلو قوي للمكرونة. فضيتها كده في الطاجن، وفي الوقت ده مولعة الفرن بتاعي يسخن، وهجيب بقى شوية جبنة موتزاريلا كده اغطي بيهم الوش، وهدخلها الفرن والع من فوق وتحت. هحطها على الصاجن من تحت، بتاخد تقريبا 10 دقايق كده. هتكمل تسوية المكرونة معايا وتتشرب كلها كده في قلب بعضها، والجبنة تسيح وتاخد وش معايا. مش بتاخد وقت خالص، وبتطلع معايا بتكون بالجمال ده. بجد رهيبة، طاجن رهيب يعني، يشرفك قدام اي حد، هيعجب ولادك جدا. يطلع بقى في الجو البرد ده بيتاكل كده سخن بالخلطة بتاعته الرهيبة. يعني بجد مفيش اجمل ولا اسرع من كده، اكلة سريعة مش محتاجة حاجة كده جنبها، هو فيه كل حاجة.
مش بياخد وقت خالص، سريع ولذيذ. بتمنى تجربوه واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.